إزاي تحصل على الجرين كارد إقامة أمريكا بدون لوتري ولا عقد عمل ولا سبونسر ولا جواز من أمريكية ولا كل الحوارات دي؟ لو أنت شايف إنك تستحق الجرين كارد ال NIW اللي هو الناشونال انترست ويفر فالفيديو ده معمول ليك. بص، ال NIW مش مجرد ورق أو ابلكيشن بيتقدم لإدارة الهجرة، ده فرصة حقيقية تبني مستقبلك هنا في أمريكا من غير ما تحتاج شركة ترعاك أو وظيفة معينة تستناك، يعني ببساطة أنت اللي بتقدم لنفسك. الفكرة كلها إنك تثبت للحكومة الأمريكية إن وجودك هنا في أمريكا هيفيدهم أكتر ما يضرهم. بس السؤال المهم دلوقتي إزاي تعرف إنك مؤهل؟ الموضوع له اختبارين أساسيين. الاختبار الأولاني هو اسمه الاي بي 2، وده بيتأكد لو أنت معاك مؤهل عالي زي ماجستير أو دكتوراه أو على الأقل خبرة 5 سنين بعد البكالوريوس في مجالك. أما الاختبار التاني فهو اختبار المصلحة الوطنية الأمريكية، وده بقى اللي بيفرق الناس فعلا عن بعض. لازم تثبت إن شغلك له قيمة على مستوى البلد كلها، أو إنك بالذات الشخص المناسب اللي يقدر يطور حاجة في المجال ده، وإن أمريكا فعلا هتستفيد من وجودك فيها. لو عرفت تجهز أدلة قوية للنقطة دي فرصتك في القبول بتزيد جدا. وطبعا الحلاوة في ال NIW إنها سيلف بيتيشن، يعني مش محتاج إن حد يقدم لك أو يرعاك، ومش هتمر بالمشوار بتاع البرم اللي بياخد شهور. اللي مش عارف البرم ده اللي هو إنك تاخد عقد عمل من وزارة العمل. لو أنت شخص عندك إنجازات أو مشروع له تأثير فالموضوع يستاهل إنك تحاول. احفظ الفيديو ده دلوقتي عشان ترجع له لما تيجي تبدأ تحضير، وسيب لي في التعليقات لو عندك أي سؤال أو ابعته لحد ممكن يستفيد.